قابله للاسف ان الاهلي محتفظ بثلاث مدافعين على احمد بلال لوحده اللي بيلعب راس حربه وبيلعب في ظهره محمد عبد الله واكرام. الماتش يعني الماتش عموما في سرعه، في كوره، في ده الجول الجميل جدا اللي جابه اكرام، جاي من وسط الملعب، خد حسام غالي في ظهره ورقص وائل جمعه ولعب الكوره كوره من الكور الجميله جدا. شايف الجول وعمل يعني لوب جميل خفيف عشان يفادي حارس المرمى بس، وده ولا يسأل عنه بالصعود طبعا. لا ملوش دعوه بالصعود، هو بالصعود طلع بيغطي اخطاء مدافعين، لكن شوف الانطلاق 3 4 5 لاعبين حمر مش عارفين يقفوا صح بالنسبه لاكرام، ورغم ان احنا يعني 3-5-2 ما نفعتش والله الكرة دي. احنا قلنا قبل اللقاء المفروض لا ده انت لو جبت نص دقيقه قبل الجول ده هتلاقي وائل جمعه كان مهاجم، ده راجع من مشوار وعشان كده كان. فهي المشكله ان محمد نجيبها من اولها، هاتها من اولها هتلاقي وائل جمعه هو ده هدف الاهلي، هدف ابو تريكه، هدف جميل جدا. ويعني يعني اللي بيتفرج ما يقولش مش مقصود، لا ابو تريكه طلع وحرك رقبته مخصوص، رجع رقبته ورا عشان يغير اتجاه الكره. بنشوف اجوان في اوروبا بهذا الشكل تتلعب عرضيه قويه جدا سواء من الشمال واليمين وتتغير بسرعه علشان يجي جول. تمام. كابتن علي جول طلبتوه انتم من البدايه بالظبط، احنا طلبنا عشان كان وائل جمعه قبلها بدقيقه قبل اللقطه دي كان هو مهاجم قدام، بس هو فوق الدفاع دلوقتي وراجع. ايوه بس راجع خلصان يا كابتن، مش راجع واقف. غير لما تبقى انت متمركز وعارف اللي على يمينك وعلى شمالك وقافل. بس هو المشكله يا كابتن طاهر ان حكايه الليبرو لم يستفيدوا فيها في هذه اللعبه، لان هي دي اللعبه الوحيده اللي مطلوب يبقى متواجد احمد سمير عشان يغطي على عشان يعمل عمق، يعمل العمق. طيب كابتن علي، النتيجه اللي شفناها دلوقتي